ياب هلو، السلام عليكم ورحمة الله. معكم سامر وحود بن سوريا. قبل ما نبدأ بهذا المقطع خلينا نصلي على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اذكروا الله يا جماعة الخير، لا إله إلا الله. اخواتي قبل ما نبدأ بالمقطع حابب اني انبهكم من شغلة. يعني بصراحة كتير ناس صايرة عم تستخدم اسم ابن سوريا، انه واجهت ابن سوريا، قتلت ابن سوريا، فبيكون في اشخاص حاطين احرف مخفية بالاسم، فبيبين اسمهم مثل اسمي ولكن في احرف مخفية. للأسف من مدة يومين تقريبا طلع يوتيوبر وكذب على متابعينه وكذب على الناس وعمل قصة. ما بعرف انه انت بترضى يعني انك تكذب على العالم وتاكل حرام من الفيديو؟ شيء كتير غريب. هي شغلة بترجع بينك وبين نفسك، ولكن انا اليوم طالع واكشف كذبتك للعالم والشيء اللي انت كذبت فيه. فللأسف اني عم رد، يعني عم توصل انت لمرحلة مضطر ترد، لانه ما فينك انت تشوف هذا الشخص كذاب ومخادع وانت هيك تضل ساكت. لا، لازم انا احكي للمتابعين. مثل ما انكم شايفين عنكم على اليمين اخواتي او على اليسار، ما بعرف انتم باتجاهكم كيف بتكون الصورة، ففي هذا الاسم وهذا الاسم. طبعا الفرق مبين، يعني في فراغ بين علامة الزغرفة والاي بي ان، والاسم الاصلي اللي تحت هو لإلي. هذا ما في علامة فراغ كبيرة، يعني ما في فراغ بين الزغرفة والاي بي ان. فشو سبب هذا الفراغ؟ سبب انه في حرفين مخفيين. الشخص يلي بس الفيديو على اليوتيوب، يلي نشر الفيديو على اليوتيوب، ما بعرف هو كيف يعني اخذ القصة انه انا واجهت ابن سوريا. على مؤاخذة، اول شيء انا ما بلعب غير مع الاي بي ان، السكواد اللي لي معروف. ثاني شغله انا ما بلعب غير على البث المباشر، ما بلعب اوف لاين، نادرا الا وقت التقييم. مثلا يوم نرفع كونكر فبصير وقت طويل فبصير بلعب اوف لاين، ما بلعب على البث المباشر. ولكن مثل ما لكم شايفين رح اعرض لكم كمان انه هذا الاسم فيه حرفين زغرفة. هدول الحرفين بينخفوا، ولكن بالمسج كيل بيكون في فراغ اجباري، لازم ينعمل فراغ مكان حرفين الزغرفة. فاذا بتلاحظوا هذا الاسم الاصلي وهذا الاسم التقليد، ففي فرق بيناتهم، انه في مسافة بين هاد وهاد، هن حرفين الزغرفة. فغريب كتير انه هذا الشخص كذب على متابعينه وكذب على الناس مقابل انه يكسب مشاهدات. سيدي انا بنبسط انه اسمي يجيب مشاهدات، ولكن ما بنبسط لما شخص يكذب على الناس. فانا حابب اني اوضح لكم هي الكذبه اللي كذبها هذا الشخص والقصه يلي عملها. فهي شغله بترجع لكم بينكم وبينه ان كنتوا انتم بتتابعوه ولا لا. فالله يسعدكم ويوفقكم يا رب. ما رح طول عليكم بالفيديو كتير. خلينا نوصل هذا المقطع 150 الف لايك. اشتركوا وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، واكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم